هي ارضنا وارض اجدادنا، ولحنا ايام حافظ الاسد وطلع المرسوم بال 84 صار كذا محاوله انه ياخذونا من الارض، لحنا لا قبضنا تعويض ولا رضينا نستلم انذارات، ورحنا عملنا كذا مره اعتراضات، ومره المرات اجتمعنا كلياتنا نواحي المحافظه وجابوا علينا شرطه حفظ النظام، بصراحه صار يوميتها في جرحى وما طلعنا، ارضنا هي ملكيتها، نحن معنا طابو اخضر، يلي ما معه طابو اخضر معه كاتب عدل من الطابو الاخضر، بأنه حق عم تقولوا لنا اخلوها، اساسا الثوره وقت فزت بال 2011 فزت بس كرمال رد المظالم، وهي اكبر مظلوميه بالنسبه لنا ولاهل المزه، المزه راحت 3/4 اراضيه، نحن لنا ارض بالجامعات، بالسكن الجامعي، بالاستراد، بالمواساه، لنا اراضي راحت ببلاش، ونحن هلا صفيان عنا بيت او قطعه ارض صغيره عايشين من وراهم، حكومتنا يلي حررت البلاد اكيد ما هي رح تيجي تظلمنا وتكبنا برا بالشارع، في حدا بجوز وصلانه صوره انه هي الارض نحن مغتصبينها، بيت بيت وارض ارض، منطالع لكم الطابويات تبعاتهم، حارتنا راح فيها شهداء كثير، انا شخصيا باول الثوره اجوا بالتريكس هدوا لي محلي وبيتي وضربوا لي سيارتي لانه نحن كنا ضد بشار الاسد وضد حافظ الاسد قبله، هلا مطلبنا اخي اول شغله بدنا نوقف الاخلاء، والشغله الاهم من هيك ينزال الاستملاك عن كل مناطقنا ان كان مزه ولا كفرسوسه ولا اي منطقه بالشام، هي الاراضي الاصحاب.